اهلا بحضراتكم من جديد في السياق الاكبر الذي بدا بدعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي الى كل القوى السياسيه في مصر الى حاله من الحوار. بطلب من المصريين طلب بالتنسيق مع كافه التيارات السياسيه الحزبيه ينزلوا عشان يديني تفويض وامر باني اواجه حول اولويات العمل الوطني خلال المرحله الراهنه. انا عايز حضراتكم تنزلوا عشان تفكروا الدنيا كلها بان انتم لكم اراده ولكم قرار. طالع تسرح بمينا عبده. أسئلة كثيرة أطرحها على ضيف المعارض البارز أحمد الطنطاوي رئيس حزب الكرامة. برحب بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. اسمع يا ريس وأمرني، اسمعني زين. هل الدولة اليوم أو الرئيس دعا للحوار لأن النظام في أزمة ويريد أن يتجاوزها فيستدعي قوى سياسية حتى تبحث عن حل لهذه الأزمة؟ ليه احتاجت السلطة للمعارضة الآن؟ فيما يبدو أنها بتحاول تتجاوز أزمة. الأزمة الاقتصادية؟ فيما نأمل الأزمة الاقتصادية أحد الجوانب بالتأكيد. حطوا ايديكم في ايدينا يا شباب عشان نغير دلوقتي. واحنا قلنا للمصريين وعيشناهم سنين انه اهم حاجة الاقتصاد مش الوعي ولا حتى الكرامة. تسمح لي أبع يا إكسلانس؟ في بقى البعض قال ان النظام في ازمه وان النظام يريد ان يجذب شويه المعارضه دول اللي جابوا عشان يحلوا الازمه بس عشان خاطر يجمل شكله. ليه كده؟ تمام ليه كده؟ في الحقيقه هذا النظام مش في ازمه على الاطلاق خالص ولا النظام ده له دراعه. ما نجنناش معاك يا عم، الله لا يشيئك، انت راجل كبير. الازمه الاوكرانيه كانت كاشفه، كان لها تاثير لها امتداد عندنا في مصر. ويقدر يستمر على كده، يقدر يستمر على كده 40 سنه 30 40 ويعدي كمان. ولا شايف حد في مصر كلها قدامي لو عارف. نحن نرى أن أفضل ما يمكن أن تقدمه هذه السلطة طال أمد بقائها أو قصر إنها تبقى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة. حبذا لو كان ده كمان قريب. ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ انت بتطرح شروط، طب ما انت تخش الحوار ده وتطرح اللي انت بتقوله كشروط دلوقتي وتقول رايك فيه ويتناقش الناس فيه. دقيقه قضية سجناء الرأي الذي يجب أن ننهي هذا الملف الموجع لضمير مصر الآن. ليس هذا فقط، وإنما أن تفعل الضمانات الدستورية والقانونية في تعويضه عن ظلمه وفي حساب وعقاب من ظلم. هل دي تعتبر شروط لقبول الحوار ولا ده مطلب؟ هو حضرتك ده مش شروط، دي حقوق. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا. قبض على 3 مطربين من محافظة أسيوط بعد تقديم فيديو موسيقي أثار غضب النظام ونشروا الفيديو على تيك توك فاتقبض عليهم. جبت الدرقة دي منين؟ نقول حوار سياسي فبيغنوا نار يا حبيبي نار ناخدهم. التناقضات دي عجيبة جدا، بتخلي صورتنا أمام نفسنا وأمام الآخرين تحمل شيء من التناقض والازدواج. شفت يا شوف، خليك منظرنا زبالة قدام الفلوس. المطلوب في الخطوة اللي جاية بقى أمانة فنية من 10 من الخبراء الأكفاء، 5 تسميهم السلطة و5 تسميهم المعارضة. لأنه كمان الحكومة المصرية في ال8 سنين دي يعني تقريبا أصمتت المجتمع المدني في مصر، الشخصيات العامة، الأصوات اللي تبدو محايدة أو أصوات المعارضة. احنا طوال ال8 سنوات الماضية كنا بنحكم في إطار عنوان واضح كده، ممكن نقول يعني في اقتباسا ما تسمعوش كلام حد غيري. ما تسمعوش كلام حد غيري، أنا راجل لا بكذب ولا بلف وادور. الآن في رسالة بتقول إنه الوطن يتسع للجميع وإن الخلاف في الرأي لا يفسد لهذا الوطن قدما. لكن هل عشان الدولة دعت لحوار وكلنا نقبل هذا الحوار ان حد يبدأ يزايد ويتشرط ويتطاول ويقول ما لا يقبل؟ أنا مش هسمح بكده، خلي بالكم. بيقول انه الحوار راينا انه فرصه لانقاذ مصر لا لتبييض وجه النظام. مين اللي قال لك انت احمد طنطاوي هتنقذ النظام؟ انت هتنقذ الدوله؟ انت عندك ايه يا ابني؟ يا حبيبي ما هو انتوا بتسمعوا عايزين حريه الراي. طب انا بقى عندي راي انا كمان. ما هو انت عايز حريه الراي لوحدك، حريه الراي تسمعني. ما تجيب القناه الاولى فيها بني ادمين عن دول. الم يكن بينكم رجل رشيد يستطيع ان هو يكون منصف ويقول ان الدوله في 8 سنين بنت ايه وعملت ايه؟ والله لو النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي هي ما كانت مستهدفه من النظام تبقى كارثه حقيقيه يعني. شكله اخر فنجان قهوه هشربه في حياتي. خير كفن الشر. هم شايفين ان ده انجاز، انا شايف انه ليس في الامكان اسوأ مما كان في ال8 سنين اللي فاتوا. مش قلت لك متسائل؟ هو انتم مش شايفين اي حاجه غير الكام مسجون اللي هم اخطاوا وحكم عليهم بالقضاء والدوله بتقول لك نطلعهم؟ مفيش حد. الم يكن بينكم رجل رشيد؟ لا
ألم يكن بينكم رجل رشيد يقول لا إن إحنا عملنا بنية تحتية ومشروعات كلفت الدولة 8 تريليون؟ دي ممكن تتكلم برضو عن الدين العام اللي اتضاعف 4 أضعاف، عن ميزانية السنة دي اللي 50.3% من إيراداتها هتيجي من قروض، و65% هتروح لخدمة ديون. ده إيه ده؟ مش حصاد هذه الإدارة؟ كله بيتكلم على الديون دلوقتي، كله بيتكلم على الديون، يقول لك الدين 90% من الناتج المحلي الإجمالي و34% من الناتج المحلي الإجمالي والموازنة والإيرادات. يا حبيبي قول لي أعمل إيه؟ اعمل الصح. دي مبررات وذرائع اللي عايز يتحجج بيها مش هيغلب. ما تيجي يا جماعة نقول ده انا عارفهم كلهم في منهم بقى اللي بيصحى من النوم ياخد تعليماته من الحكومه، واللي عامل جورنان بيكسب من وراه قد كده. كل دول فضايحهم عندي حبايبي. 5 بالحب. ألم يكن بينكم رجل رشيد